مرحبا صبايا، كيفكن؟ شو أخباركن؟ اليوم رح أقدم لكم وصفة كتير إن شاء الله سهلة وبسيطة. هي وصفة كتير ستات البيوت بتستصعبها، بس أنا رح أحاول أقدمها بأسهل طريقة. بالبداية عندي القبيوات هون أو السندوانات مغسولة وجاهزة. شايفين شلون نظيفة عم تضوي ضوي؟ يعني أنا وصلتني مغسولة، الشحمة كلها طلعانة منها، بس أنا عم بحاول أدخل المي بقلبها مشان تفتح معي أكتر وتصير أسهل للحشي. مثل ما لكم شايفين غسلتهم كتير منيح. هون عندي 3 قبيوايات، حطيت تقريبا أو 3 سندوانات، 3 كاسات ونص رز، مو 3 كاسات عفوا، كاستين ونص. وهون كمية الحمص عندي كتيرة فما حطيتها كلها، شلت منها على طرف. راح أضيف اللحمة، طبعا اللحمة حسب الرغبة مالكم. هون عندي اللحمة مدهنة، إذا كانت لحمتكم مي مدهنة لازم تكون شوية مدهنة فضيفوا دهنة. وضفت شوية زيت مشان تزلق معي الحشوة وتنحشى بسهولة وما تكون صعبة عليكم بإذن الله. وراح أضيف كمان ملح وبهار، ضيفوا 2 معلقة كبار ملح. بهاي الوصفة كتير مهم البهار تكون نكهته قوية، يعني حاولي تكون البهارات تبعتك جديدة لأنه البهار أساس الطعمة. رجعت ضفت زيت وحركت منيح، قلبت لحتى يمتزجوا كلهم مع بعضهم. شايفين عندي هون الخيطان، هدول الخيطان الملحفيين بنسميهم. بصير الخيطان العادية، بس هدول طبعا أسهل للتربيط، ولما تطبخون ما تتعذبوا بشيلهم. شايفين شلون فتحت تم القبيواية كتير منيح أو السندوانات وعم نزل فيها الرز؟ شايفين بكل سهولة، ما بدك لا حفارة كوسة ولا قمع ولا شي. افتحي لها تمه بس تكوني غسلتيها منيح ودخليه وعم بنزل بكل سلاسة، بمسدن وبنزل. شايفين شلون عم أحاول أنزل لآخر السندواني أو القبيوات؟ شايفين شلون منظرهم بشهي؟ برجع بفتح لتمه وبرجع بنزل وبمسد. وأهم شغلة إنه ما تكتروا الحشوة، لازم تكون القبيواية سندوانة أو القبيواية ممسدة تمسيد، بحيث بس كترة الحشوة راح تطلع منها وتنفجر. فأهم خطوة إنه ما تكتروها وتكون ممسوحة مسح. هلا لما بترجعوا بتربطوا، بترجعوا بتمسحوا، بترجعوا بتشوفوا الكمية إذا كتيرة ولا قليلة مشان تسحبوا منها شوي إذا كانت كتيرة. هون عندي تقريبا خلصت أول وحدة، راح أحطها على الطرف. هلا راح أورجيكم شلون بدي أمزده وأربطه. شايفين شلون ممسوحة مسح؟ شايفين شو عم بنفض منها كل الرز، وبرجع بمسحها للأخير مشان يدخل الرز بكل الأماكن. هلا بمسحها، شايفين شو برق بس، مشطحت تشطيح وعم أرقب بإيدي برق الصينية. شايفين كمية الرز؟ أبدا، يعني الرز تقريبا مصفوف صف لازم يكون جوات. عم أحاول أروح الرز، أنفض الرز قدر الإمكان وراح أربطهم. وتربطوه على آخر زاوية، عيفوا شوية فراغ عشان الربطة ما توع بالمي ويضل في فراغ. هلا سبحان الله الشوام، نحن الحلبية بنربطهم، الشوام ما بربطوهم وبعيفوهم كاملين، بس لأنه نحن بنقليهم، بقى حسب كل واحد وطريقته وكل واحد ورغبته. كله على العافية طيب. شايفين شلون بتربطوها عقدتين، بترجعوا بتمسحوا، بترجعوا بتربطوها. أنا حابة أحاول أورجيكم بشكل، بدي أطول عليكم الفيديو بس عم بشرح لكم خطوة بخطوة. برجع بربط،
كمان عقدتين. برجع بمسح، برجع بربط، وما بخلي التربيط كتير يعني مكان بيناتهم. مثل ما نكون شايفين عندكم. هيك تخلص معي هاي اللعبة واي. شايفين كيف؟ شايفين شلون رفع؟ بورجيكم الرفعة ممسوحة مسح. شايفين المسافة بين كل وحدة ووحدة؟ منظر عن جد بشهي، بيعرف القلب. شايفين هون كلهم ربطتهم بهالشكل، كلهم عقد عقد. وحاولت ما أكبرهم كتير عشان يصير علي أسهل الشغل. وهون رجعت حشيت وحدة تانية، ورجيتكم عم بورجيكم كيف عم بفتحها. برجع بحشيها وبنزل. شايفين هون عندي هاي مشقوقة. رح أحشيها بالأخير أضبطها. فيكن تخيطوها أو تحطوا الربطة فوق المحل المثقوب، بحيث إنه ما يأثر وما يطلع الرز لبرا. هون عندي خصلة رفيعة صمتة، لأنه كتير رفيعة ما عم يدخل فيها الرز. رح أتركها على جنب، أحشيها لحالها. هون خلصت تربيط. والله رح أكمل حشي لحالي، أكملكن باقي الوصفة. تابعوها معي. هلأ عندي رح أشيلن وأغسلن تحت الحنفية منيح. وراح إذا عندكن نكاشة سنين، اسكبوها ثقبين ثلاثة كل بواية مشان الرز يستوي. شايفين غسلتهم منيح منيح، وهلا حطيتهم على النار. رح أحط ورق غار وقرفة وهال وملح. حطوا معلقة سكر قبل ما تستوي بساعة، بتسهل عملية الاستواء مو رأسا. بتركن على نار عالية، وبس حسيتهم بلشوا يغلوا مو بوطيهم مثل باقي المحاشي، على نار وسط. هون رح أقش الزفرة. شايفين عندي شلون بيشهوا ولا وحدة فيرطة. وراح أفكن وأقليهم بالسمنة. شايفين شلون هون فكيتهم وقليتهم بالسمنة. وعندي المرقة حطيت لها بقدونس وحامض ليمون. وصحة وألف هنا على قلبكم.